واسمحوا لي أن أغتنم هذه السانحة لأشيد بالقرار الحكيم والجريء والمسؤول والقاضي بتوجيه نداء، طبعا قرار السيد رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير، القاضي بتوجيه نداء إلى أبنائنا من الشباب الجزائري المتواجد بالخارج في وضعيات صعبة وهشة وغير قانونية، ممن دفع بهم إلى الخطأ من قبل أشخاص توهموا أنهم سيسيئون إلى مصداقية الدولة بهدف استغلالهم ضد بلدهم وتوظيفهم وقودا في أجندات وحملات عدائية قذرة تستهدف بلدنا من قبل أولئك الذين صاروا معلومين ومكشوفين ومفضوحين أمام الجميع. قرار مجلس الوزراء بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية بتسوية وضعية هؤلاء الجزائريين والجزائريات هي مبادرة تؤكد أن الدولة حريصة على كل أبنائها حيثما وجدوا في الداخل كما في الخارج، وأنها تحمي وأنها تجمع وأنها تمد يدها لأبنائها المغرر بهم وتتيح لهم كل سبل العودة إلى حضن الوطن الذي لا يضاهيه إلا حضن الأم، والأم واحدة ما عندهاش مثيل كما هو الوطن تماما مهما توهم بعضهم. وأنها تمد يدها لأبنائها المغرر بهم وتتيح لهم كل سبل العودة إلى حضن الوطن في الوقت نفسه الذي تصون فيه، أتكلم عن الدولة، تصون فيه كامل هيبتها وتحتفظ بصرامتها في التصدي لمن وضع يده في يد أعداء الوطن وتحول إلى أداة رخيصة يوظفها هؤلاء في مخططاتهم الدنيئة التي تريد عبثا النيل من بلدنا وشعبنا.